هقص بقى الزياده كده. تمام. طيب هنيجي بقى لمرحله نثبت الفريم بتاعنا. هنفتح الفريم كده وهجيب الابره وخيط السناره مقاس 35. تمام. عندك اصلا مفيش مشكله، ما عندكيش منه خالص خيط عادي خالص بتاع الايه الخياطه. تمام. الابره بتاعتي كده اهي. بس الاول اعمل ايه؟ مكان ما انتهينا اخر سطر، تمام، هوسطن البوك بتاعي كده واجيب خيط خارجي خالص اقسمه كده. انا وسطنته اهو. دي بدايه من عند الغرزه المنزلقه، الغرزه اللي انا قفلت بيها الشغل بتاعي. هدخل، انا وسطنت اهو، هدخل في تحت الغرزه كده واخد الخيط ده كده. تمام. دخلت اللي هو طرف جوه وطرف بره. تمام. ومن الناحيه التانيه هعمل نفس الحكايه. هدخل من تحت الغرزه كده اخر سطر عملناه اهي كده. تمام. وياخد الخيط تاني وهدخل دي كده، هسحب طرف، الطرف التاني اخليه بره. تمام. ليه بعمل كده؟ هيسهل عليا كتير وانا بثبت الفريم، لان هربط الفريم. بصي انا دخلت اهو الفريم اهو. تمام. دخلته كده وهربط وثبته كويس جدا. هربط ربطتين حلوين كده. تمام. من الجهة التانية نفس الحكاية. هدخل الخيط كده. بس عايزة الفت انتباهك بقى لحاجة. لو انتي الربطة دي من قدامك يبقى الناحية التانية الربطة من الناحية التانية كده. وهقولك ليه، بس اربط الاول وابينها لك. بصي ربطة من قدامي هنا والربطة التانية من الناحية التانية. ليه بعمل كده؟ علشان لو في اي زيادة بالنسبة للوسع بتاع البوك، تمام، يبقى من ناحيتين متساوي. طيب بعد كده هعمل ايه؟ متنسيش تبقي فاتحة الفريم قدامك. اي حاجة عندك مقص او انا عندي الاداة دي، ماشي، دي بستخدمها في حشو العرايس الاميجرومي لما بشتغلها. مش عندك او مش متاحة عندك بالمقص، بس بالراحة طبعا عشان ما تقطعيش الشغل معاكي. وابدأ ادخل الثلاث سطور اللي احنا عملناهم. تمام كده اهو. ندخل كده بالراحة كده. عشان كده قلتلك يا ريت ناخد بالنا من المقاس بتاع الفريم ويبقى المقاس بالظبط. تمام اهو. انا هدخل جزء جزء، يعني مش هدخله كله عشان ايه؟ هظبط من الناحيه التانية، لاني انا ليا تكنيك كده معين عشان يظبط معايا وما اقعدش افك في التثبيت في الاخر. بعمل ايه؟ باخد جزء جزء اهو. بدايه الخيط بتاعي اهو اللي انا ربطاه، فدخلت كويس جدا الثلاث سطور اللي انا عاملاهم اهو. دخل كويس بايديا كمان اهو
بحيث ان هو يبقى جايب اخر الفريم، الشغل بتاعي جايب اخر الفريم، وبداية الربطة اللي انا ربطاها مع بداية دخول الشغل. تمام. هجيب الابرة بقى بتاعتي كده، هبدأ الاول اثبتها في الخيط من عندي، احاول ان انا ابقى قريبة من الفريم كده. شايفة معايا؟ يا رب تكون واضحة. خارجة من جنب الفريم على طول، اسحب الخيط بتاعي واسيب جزء من الخيط، اسيب جزء من الخيط، امسكه حتى كده بايديا، وهدخل في اول فتحة معايا، بس ادخل الشغل تاني عشان حاسه انه نازل شويه. تمام. هدخل في اول فتحه معايا في الفريم نفسه، وهخرج هو طبعا هيعكس شويه اول غرزه دي، عشان انا بحدد السطر اللي انا همشي عليه عشان ما يبقاش شغلي طالع نازل. يعني انا حابه ان انا ابقى فوق الترتر على طول، فعشان كده هيعكسني شويه، بس وفي نفس الوقت لان الشغل بعيد عني، لا عشان تحت الكاميرا، فالموضوع بالنسبه لي مش مالكه البوك كويس عشان اثبته، بس انا بوريكي الفكره نفسها. بالراحه وانتي بتسحبي خالص اهو. ده الخيط اللي انا سايباه، ممكن اسحبه شويه كمان كده. عايزه جزء صغير بس هحطه حتى جوه عشان ما يعكسنيش. تمام اهو. هعمل شايفه الخيط خارج منين؟ انا همشي على الصف ده، تحاولي يبقى شغلك منمق، واخرج من الفتحة اللي جنبها كده اهو. خدي بالك. تمام. هدخل في الفتحة اللي بعدها وهخرج في نفس السطر اللي انا بخيط عليه. موضوع سهل جدا. هدخل في الغرزة اللي بعدها، بخرج مكانها. بصي يعني ما تفوتيش غرزة، بتلاقي نفسك خارجة في الاتجاه صح اهو. بدخل، هو تظبطي بس اول السطر، وبعد كده الموضوع معاكي بيبقى سهل جدا. تمام. هدخل في اللي بعدها اهي، يعني بتسيبي غرزة وبتدخلي في اللي بعدها، بتسيبي غرزة وتدخلي في اللي بعدها، وهتلاقي حتى الإبرة عارفة اتجاهها. تمام. بصي خدي بالك، بصي الخيط عشان كده بقولك خدي بالك وانتي بتشتغلي بالراحة كده خالص. وخدي بالك وانتي بتشتغلي، عشان احيانا لو يعني دخلتي جامد او يعني الابرة ممكن تتكسر معاكي، عشان كده تاخدي بالك. بصي هقول لك حاجه، التكنيك بتاعي بقى انا باجي في النص هنا كده وبخلي الخيط هنا كده. تمام. واجي الجهه التانية، يعني انا لسه ما كملتش، بس عشان يبقى
النسبة هنا او الوسع اللي هنا يبقى قد اللي هنا، فبظبط الجهة التانية، ادخل الشغل كده اهو، وابدأ ادخل من الجهة التانية نفس اللي انا عملته في الجهة الاولانية، اللي هو بحاول انه يبقى قد بعض من ناحيتين. ليه انا بعمل كده؟ لان ببساطة ممكن بعد ما تخيطي الجهة دي كلها مرة واحدة تلاقي الناحية التانية اكبر شوية، فهتلاقي الموضوع لما هتيجي تقفلي البوك بتاعك في الاخر مش مظبوط، المسافة مش مظبوطة ما بين الجهة دي والجهة دي. فدي انسب حاجة تقدري انك تعمليها وهتطلع مظبوطة معاكي 100%. يعني انا بالنسبة لي الحمد لله رب العالمين، يعني طلعت معايا مظبوطة حلوة قوي لما عملت الموضوع ده، اخيط جزء من هنا وجزء من الناحية التانية كده، اللي هو برضو تحرصي انك نفس البداية اللي ابتديتيها وخليتي الخيط بدايته كده اول الفريم، يبقى الناحية التانية زي اهو. تمام. اجيب الخيط التاني، الضم الخيط، تاخدي بالك بقى وانتي بتخيطي معلش ايه عشان الخيطين ما يدخلوش في بعض. نفس اللي ابتديته هناك، بدخل من جنب الشغل كده اهو، احاول ابعد ده كده شويه اهو، اسيب برضو مسافه وادخل اهو كده، ادخل في اللي بعدها لو اطلع من الفتحة التانية. تمام. هعمل نفس اللي انا عملته الجهة التانية، هعملها وارجع لي. انا وصلت اهو اللي عملته في الجهة اللي قبل كده. تمام. عايزة بقى هكمل بقية ده، اللي هو بقى ادخل كده الشغل بتاعي اهو، وابدأ اساعد ان انا ادخل الشغل بتاعي كده اهو، اسحبه بايديا كده، هو هيدخل جزء جزء، مفيش اي مشكلة. انا يهمني البداية من الناحية دي والناحية دي، بداية كل خياطة الفريم من الجهة دي والجهة دي. بمجرد ما هتظبطي من الجهة الاولانية دي والجهة دي هتخيطي بقى عادي خالص، مفيش اي مشكلة اهو. اللي هو خدي بالك بس السطر اللي انت ماشيه عليه. عايزه تعلمي باي قلم حراري عندك بحيث انك ما تفضليش طالعه ونازله من ناحيه الخياطه لو هتتلخبطي. يا رب بس الموضوع يبقى واضح بالنسبه لكم. انا حاولت بقدر الامكان ان انا اوضح الطريقه. تمام.
وانت ماشيه اسحبي الشغل لجوه الفريم. تمام. صدقيني الموضوع ابسط مما تتخيلي. تفضلي ماشيه لحد ما توصلي لاخر فتحه في الفريم. انا وصلت لها طبعا، فبخرج من جنب الفريم كده اهو. تمام. وبعمل ايه بقى؟ برجع تاني بالخيط بتاعي اللي هو بقى عكس، يعني في جزء بيبقى فيه خيط وفي لا، بدخل بقى في اللي هو مفهوش، ارجع تاني عكس. بثبت معايا الفريم كويس جدا، وزي ما قلت لك ما عندكيش الخيط ده، خيط خياطة عادي، بس انا بصراحة بفضل ده لانه بيبقى ماسك الشغل اكتر، وفي نفس الوقت ما بيبقاش باين من الفريم من بره. هرجع بقى عادي خالص. اللي هي العيون اللي ما فيهاش خيط برجع فيها وادخل فيها الخيط وثبته. هرجع بقى وهكمل الجهة التانية نفس اللي انا عملته ده. بعد ما اكمل الجزء ده اخيطه وارجع تاني بالخيط ونشوف هنعمل ايه، وارجع لك تاني. خيطت الناحيتين، حبيت ان انا اقفل معاكي. فاكره اول طرف الخيط اللي احنا سيبناه تمام مع الطرف الاخير لما رجعنا، اربط بقى ايه عادي خالص كده. الجهه التانية ربطتين، اربطهم كويس جدا. بس عايزه اقولك قبل ما تربطي تبقي شاده الشغل كويس او الخيط كويس، عشان ايه تبقي مطمنه ان الغرز كلها بتاعه الخياطه مشدوده. تمام. وما تقصيش على طول بالابره، داري الشغل ده على قد ما تقدري في الشغل الخيط قصدي، يعني حتى انت ممكن تدخليه بدون ابره، بس انا ايه يعني بلضم الابره تاني وبدخلها. تمام. نضفت الخيوط اللي عندي خلاص. تمام اهو. هبدا بقى ايه اقفله عادي خالص، هو حتى بياخد الشكل عادي خالص اهو. ندخل بقى ايه ده كده واظبطه من الجهتين. لو تفتكري كلامي في اول لما قلتلك تاخدي بالك من مقاس الفريم 5 سنتي هيطلع مظبوط قوي. تمام. يعني هيطلع زي ما انت شايفه حاجات بسيطه قوي تقدري انك تخيطيها. في خيط زياده بس عندي هنا عايزه اقصه اهو كده ماشي. 4.5 وهيطلع مظبوط قوي. يعني انا بقول لك 5 ليه؟ لان لو في زياده بسيطه مفيش مشكله، لكن لو اكتر من كده، لو الفريم 5 سنتي وانت عملتيه 5.5 او 6 هتلاقي الموضوع صعب لما تيجي تقفليه من الجناب هنا. لكن 4.5 هيجي بالظبط قوي، فممكن برضو يأثر معاكي. فخير الامور وسط، يبقى نفس مقاس الفريم بتاعك. بصي بمجرد ما تقفليه اهو هتلاقيه مثلا بالمنظر ده. انت بقى بايديكي كده تروحي ظابطه، هو هياخد وضعه بعد كده، هيبقى الموضوع سهل اهو.
ايديا بس كده. هو بقى ايه، اظبط لو في اي زيادة، في عايزة ادخل الشغل بتاعي شوية اهو كده. تمام. ومن الجهة التانية نفس الحكاية برضو، ادخل واظبط الشغل بتاعي اهو. اي خيط زيادة هقص، يعني الخيوط الزيادة اللي عندي دي من الخياطة هقصها عادي. تمام. مجرد بس ما بظبطه اول مرة وبقفله، بعد كده بياخد الشكل بتاعه بقى خلاص. انا محتاجة بس ان انا اظبط الجهة دي زي الجهة التانية كده اهو. ده الشكل عندي في النهاية. شكله حلو جدا وخفيف جدا. تقدري زي ما قلتلك انك تكبري البوك بتاعك، ممكن تعمليه شنطة سواري حلوة قوي لو الفريم اكبر. ده التاني معايا، ده انا قفلته بره الكاميرا يعني صورته لوحده. الخرزانة الترتر هنا لانه كبير فهتلاقيه ماسك نفسه، يعني ده برضو حلو قوي لانه ماسك نفسه بالنسبة للترتر. والترتر لما بيبقى يعني اكبر شوية فبيدي شكل جمالي اكتر. برضو نفس الحكاية اهو، يعني تقدري انك تنفذيه بكل مقاسات الترتر تقريبا. شكله حلو ولذيذ وعملي. ممكن تحطي من هنا واحدة اللي هي المفاتيح الميدالية. يا رب يا رب اكون قدرت ان انا اوصل لكم الشرح بطريقة سهلة وبسيطة. بس يا ريت ما تنسيش لايك للفيديو وشير على قد ما تقدروا. محتاجة دعمكم، القناة بتكبر بيكم وليكم. واشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.